73 قبيلة وبيوت وخمسة وعيلة، عربان أصحاب عناوين، يا شد الدرس والعقيلات، لا خلسة والانفعاد ولا خلسة والانفعاد، لا وغرى والانطيرات العامرنا والعامرين، لا وغرى والانطيرات العامرنا والعامرين، ومرحبتين عرب الحصار، ناس عرب أصحاب أقدار، من شام ديمة وحرار، بوادي عراس وعلى العين، بوادي عراس وعلى العين، بوادي عراس وعلى العين، بوادي عراس وعلى العين، العايد ناس جويد ومزينة والمساعيد، ومزينة والمساعيد، وكل احبابي في الصعيد، العززنا والعلاوين، عززنا والعلاوين. الوفد السعودي وفد كبير حاضر النهارده هذا المهرجان. معانا الشاعر مسلم لحويطي من وفد السعوديه. اهلا بحضرتك معنا. يا اهلا وسهلا والله، وانا حقيقه سعيد بتواجدي في ارض الكنانه، ارض البطولات، وليست هذه المره الاولى طبعا احضر فيها المهرجانات. انتم بتشاركوا على طول السعوديه مشاركه؟ نشارك انا بالذات من 2009 وانا كل مهرجان نجي ما شاء الله، لان هي رياضه مشوقه، وثانيا اهل البلد طيبين يعني تتمنى متى تجيهم. شعب المملكه العربيه السعوديه له مكانه في قلب كل مصري، الأراضي المقدسة والأراضي الطاهرة. نسعد لما بنشوفكم. كلمنا عن الوفد اللي جاي، كم واحد من الوفد السعودية؟ لا شك المملكة العربية السعودية بحكم الحرمين إن لها مكانة في قلب العالم الإسلامي، بحكم الجغرافيا، بحكم التاريخ، في حكم الإسلام في حكم موقعها. بالنسبة للوفد السعودي يعني احنا ممكن مكونين من تقريبا 8 أو 9 أفراد. 9 أفراد. منهم رجال أعمال ومنهم شيوخ ومنهم شعراء ومنهم نعم. في مشاركة ليكم بالنسبة للإبل أو الهجن؟ لا، بالنسبة للإبل هنا ما في هناك مشاركة، إنما هي المشاركة لنا تشريفية وعلى على شرف إقامة المهرجان. أنا أعرف أن أهل المملكة العربية السعودية بيعشقوا سباقات الهجن أو الإبل، وفي سباقات خاصة، سباقات دولية، في محطات تلفزيونية، في نوادي خاصة بالإبل. كلمني عن هذه الحالة وحبكم بقى للسباقات الإبل والهجن. نعم، طبعا المملكة العربية السعودية ارتباطها ارتباط قديم بالإبل، والآن يعني في الآونة الأخيرة صار للإبل مجال أكثر من حيث المشاركات ومن حيث إقامة السباقات ومن حيث الأسواق. هناك أسواق تباع فيها الإبل حسب يعني أصل الإبل، وهناك في شهادات تعطى، يعني إذا كان هذا مثلا إحنا نقول عليه في البدو إذا كان في 2 أو في من العدد 3 من الإبل أو صافي أو حر. يعني إيه بقى؟ فهمني الكلام ده. يعني هذه بالنسبة للأنساب يعني مؤصل أب عن أم، 2 يعني مؤصل أب وأم ولا إيه؟ لا، مؤصل 2 من الزمل، يعني هم يقولوا 2 من الزمل في الإبل. هذه تعتبر كالنسب. شوف النسب كالنسب. يعني كان جيد وفيها ركض وكان جيد من هذا المجال. يعني نسمع عن الخيل العربي الأصيل. في إبل عربي أصيل؟ في إبل عربي أصيل. نعم. هو في إبل مش عربي؟ في إبل مش عربي. النوعية اللي بتشارك اللي يعني انتوا بتركزوا عليها نوعية ايه؟ والله ما يعني الإبل فيه الأحرار، فيها الصوافي، فيها كثير من أنواع الإبل اللي تسابق في الميادين. إبل التسمين غير إبل السباقات؟ بالتأكيد. هذه لها شأن وهذه لها شأن آخر يعني.